في ثلاثهم على أقل تقدير، يعني أن نحافظ عليهم، فنحن سننتصر إن شاء الله. لإرادة الإلهية ستحقق لنا النصر. بهذا العنوان، عنوان الأمل، ما هي آفاق هذه الحركة؟ نقول الآفاق جدا رحبة، الأمل موجود، لأن أنتم من تصنعون الأمل، والله يبارك لكم هذا الأمل بصمودكم، بوحدتكم، بتناغمكم، بعدم الانجرار. يعني قد يكون هناك اختلافات يمكن نستعرضها في الأسئلة على أساس لا أطيل، ولكن يجب أن لا نتحول من أن نناقش المطالب الأساسية إلى أن نجادل بعضنا البعض، أنت صح وأنا غلط، وهذا صح وده غلط، وهذا الطريق صح وذاك الطريق. يعني البرهان مهم والدليل مهم على أساس أنا أخذ طريقي. يعني إذا في بانوش يوديني لأمريكا، وفي يخت مجهز يوديني لأمريكا، وفي طائرة توديني إلى أمريكا، أنا بعد ما أقول يعني ما نجادل بمعنى أن علي أن أصطف الكيو اللي يوديني أي واحد منهم أركب فيه وأمشي، لا، بس مو بطريقة أن هذا غلط وهذا حاقد وهذا ساقط وهذا متهور وهذا نازل وهذا. يعني لو أدرنا عملية الاختيار بغير تسقيط بعض وغير تهميش بعض وغير الانشغال ببعض، أعتقد أن احنا حتى الاختلافات هذه ممكن أن نتفاهم عليها، ويمكن أن يعني ننضج أي الأطروحات وأي السبل تؤدينا إلى مطالبنا التي يصبو إليها كل مواطن بحريني، سواء كان سنيا أو شيعيا أو منتميا إلى جمعيات أو غير منتمي إلى جمعيات، متدين أو غير متدين. هذه هي البحرين التي نسعى أن تكون عليها لا ظلم لأحد ولا استئثار لأحد، البحرين لكل البحرينيين، والحمد لله رب العالمين. شكرا لسعادة النائب على هذه المقدمة. نفتح المجال إلى الأسئلة والمداخلات. إخواني اللي عندنا موراء رجاء يوصلونهم، لأن الأسئلة راح أطرحها بالأسبقية، الورقة اللي تصلني قبل راح أطرح السؤال. اللي عندهم مداخلات لازم يجون هنا عندنا، لأن عندنا ميكروفونين، في ناس قاعدين مرة ما يسمعون، فلازم تحضروا هنا تتكلمون اللي بيتكلم في الميكروفونين. رجاء اللي عنده سؤال وقت ضيق، الأسئلة لا تتجاوز الاثنين، والمداخلة لا تتجاوز دقيقتين، حتى نفسح المجال لأكبر عدد ممكن. نبدأ بالسؤال الأول، يمكن يعني سؤال جو حار، وهاي السؤال حار بعد من البداية للأستاذ خليل. هل تنصح بالمسيرة التي سوف تنطلق من مركز تعليم السياقة إلى الديوان الملكي؟ يعني في بيان للجمعيات السياسية، هي الآن تتابع الجمعيات الوطنية السياسية المعارضة بقلق شديد المحاولات اليائسة التي يقوم بها البعض لجر الساحة المحلية إلى حرف المطالب السياسية المشروعة التي فجرها شباب 14 فبراير، وتدعو الجمعيات السياسية مجاميع شباب حركة 14 فبراير إلى المساهمة الفاعلة في مسيرة إسقاط دستور 2002 التي ستنطلق من تقاطع السيف إلى آخره، وتناشد الجمعيات السياسية المجاميع الشبابية التجاوب الفاعل مع هذه الدعوة، و مقدرة التجاوب، هذا أهم نقطة، مقدرة التجاوب الكبير من بعض الفئات الشبابية العديدة التي أبدت موافقتها على إلغاء المسيرة التي تمت الدعوة لها إلى الديوان الملكي في نفس الوقت، وتدعو الجميع إلى اليقظة والوعي وتوفير الفرصة على كل من يحاول المساس بوحدة النسيج الاجتماعي. وقد ثمنت الجمعيات السياسية الوعي الكبير الذي أبداه شباب حركة 14 فبراير وتفهمهم لرغبة إخواننا وأحبتنا في منطقة الرفاع وكل مناطق البحرين ضمن أطر المحبة والألفة التي تجمع المواطنين في هذا الوطن الحبيب، ومن أجل توفيت الفرصة على الفئات المتصيدة التي تنشد الانزلاق الطائفي. هذا بيان الجمعيات. هذه الفعالية حشد ضدها في كل مناطق البحرين، وهي بوابة الانزلاق الطائفي الذي تحدثنا عنه. خسارتنا ستكون كبيرة، ليس برمزية الوصول وتحدي رمزية الوصول، ولكن إذا حدث انزلاق طائفي في البحرين سيعود الجيش بمبررات، وستعود القبضة الأمنية، ويقولون أن يجب أن نفصل ما بين السنة والشيعة وكل المبررات. لذلك نحن نرى من موقع المسؤولية أن هذه الفعالية يعني يجب أن نقول هذه الفعالية بمسؤولية، أقول يجب أن نتعاطى معها مع كامل الاحترام والتقدير، لأن خسائرها
للثورة قبل خسائرها البشرية ستكون كبيرة جدا. وسنتعاطى بمسؤولية مع كل الفعاليات التي ممكن أن تأخذ البحرين إلى منزلق طائفي أو إلى منحى يؤثر على الثورة. يعني نحن نحترم كل الدعوات وكل الفعاليات، ولكن إذا رأينا أن هناك خط مفصلي بين أتحمل مسؤوليتي وأقول رأيي بصراحة أو أن أترك أقول لا الخيار وما شابه، لن أجامل. الجمعيات السياسية لن تجامل في هذه لمصلحة البحرين، لمحبتنا إلى الشباب وليس لمصادرتنا لرأي أحد، ولكن هناك منعطف، وهذا المنعطف يجب أن يعني جميعا نأخذ أيدينا بأيدي بعض إلى أن نصل إلى مطالبنا العادلة. بالاختصار في الأجوبة أن واجد أسئلة. السؤال: هل هناك وقت محدد عند المعارضة لاستجابة الحكومة لشروط المعارضة؟ هل المعارضة عنها وقت؟ وهل سيكون هناك أمور تصعيدية مثل أصلا المدني إذا لم تستجيب الحكومة للشروط لبدء الحوار؟ يعني لعبة الوقت ما في. هم حاولوا بعد سقوط الورقة الأمنية أن يعني يخرجوا لهم مخرج من هذه الورطة، أن هناك مطالب حقة وموثقة في المواثيق الدولية والعهد الدولي اللي وقعت عليه البحرين للحقوق المدنية والسياسية، من أن لكل فرد حقه في إدارة الشأن العام، يعني معناته الحكومة المنتخبة، وأن يكون له حق التمثيل الحقيقي، المساواة في الصوت، ومجموعة من المبادئ. هي لم تفعل هذه المبادئ، فشلون يلتفون عليها؟ قالوا ان في حوار ودعوة الى الحوار، واحنا احرجناهم بهذه الورقة التي قلنا فيها جزئيتين: فيها مبادئ الحوار يجب ان تقر السلطة وولي العهد بقبول بهذه المبادئ، وهي الغاء دستور 2002 وانتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد فيه شكل النظام السياسي يتوافق مع من قوى الشعب وممثلي الشعب، ومجموعة من المطالب على رأسها أن هذا الدستور سيكون يحقق الحكومة المنتخبة، يعني إرادة الشعب في إدارة وحكم نفسه، والبرلمان المستقل كامل الصلاحيات، ومجموعة من الأمور مع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لنجاح الحوار. لا يمكن أن نذهب إلى حوار وهناك مبعث على قلق يمكن أن يفجر الحوار، وهو حتى وإن كان ناجحا ممكن أن يأخذنا في مطبات أمنية ومنزلقات. يعني هذا الإعلام الفاسد البغيض الذي يحرض بين المواطنين، والناس قاعدة تتحاور على افتراض أن ذهبنا إذا اطمأننا، وقاعد يشحن وسوى لنا مشاكل. إذا لم يحيد هذا الإعلام لا أعتقد أن ستكون أجواء الحوار أجواء يعني ممكن أن تؤدي إلى نجاح الحوار. خلني أقول شيء مهم جدا. نحن اعتقادنا بأن المجلس التأسيسي هو مكان الحوار الحقيقي، وليس الطاولة والمنتدى والمهرجان الخطابي التي الآن الدولة دعت إلى الكل. تعالوا كل فئات مشتركة في هذا الحوار. الآن أنا أسأل: هل ممكن القوى السياسية اللي لها تمثيل واللي ما لها تمثيل برلماني، اللي لها تمثيل برلماني واللي ما لها تمثيل برلماني ولكن لها تمثيل شعبي، تصطف في مطالبها السياسية مع جمعية رعاية القطط وحماية البيئة وما شابه؟ يعني كيف راح يدار هذا الحوار؟ فحتى هذه التساؤل من سيشترك وبأي تمثيل، وعلى أي أساس أنا آتي على طاولة الحوار وأقول أنا أمثل 100,000؟ من أعطاني هذا التمثيل؟ يمكن أن أكون محبوب، يمكن أن أكون شخصية، ولكن من أعطاني هذا التمثيل؟ لا أحد يعطيني هذا التمثيل إلا من خلال المجلس التأسيسي. ممكن أن نذهب إلى تفاصيل المجلس التأسيسي والانتخابات ودخول المجنسين من عدم دخول المجنسين في الانتخابات، لعل سؤال يجي. هذه تفاصيل يجب أن نحسمها قبل أن نذهب إلى المجلس التأسيسي. ممكن أن نتحاور فيها، أما أن نتحاور على شكل الدولة وصلاحيات الدولة وما شابه، هذه محلها المجلس التأسيسي. الزمن الآن ليس في صالح السلطة، ولكن الزمن إذا ضبطنا الثلاث أمور: الاستراتيجية السلمية والانزلاق، عدم الانزلاق الطائفي، وأن يكون معنا أكثر ممن هم
يكونون على الحياد، نحن